يا صباح الهنا والسعادة على السكر الزيادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شايفين البيت الرايق التمام ده؟ بصوا طبعا يعني كلنا ستات بيوت وكلنا بنتعب وكده، بس الواحد يعني لما بيجي يسجل حاجة زي كده بحسها بتخلص في 5 ثواني، في حاجة كده يعني حاجة بسيطة قوي. بس الدنيا فعلا فعلا يعني يعني صناع المحتوى او اللي بيعملوا فيديوهات فعلا بيتعبوا ان هم مش بس في وقت ما انت بتشتغلي بيتك، انت كده كده بتشتغلي لبيتك، بس كمان عشان اقصر الفيديو واخليه حبة صغيرين قوي علشان اقدر يعني ما بقاش مملة وانا بعرض الفيديو، ولا يعني يبقى كتير على الناس. المهم يعني طبعا بصوا انا بيتي مشكلته ان العفش فيه تقيل. يعني تيجي تحركي الكرسي، تيجي تشيلي الكومودينو، انا مش عارفه ليه انا عملت في نفسي كده عموما يعني. بس عندي كل حاجه، يعني شايفين الكونسول ده عشان تحركيه بس تتعبي، يعني اساسا مش ان انت هتشيليه او تزقي وراه، ولازم طبعا هزق وراه. المهم احنا صحينا الصبح طبعا زي ما انتم شايفين، زي اي بيت مصري اصيل البيت متبهدل. وساعات فعلا مش بعرف ان انا اشتغل بالليل. آه يعني خلاص ببقى جبت اخري وجبت كل طاقتي، فخلاص بكبر دماغي واقول الصبح. طبعا البيت يبان يعني ان هو الدنيا بسيطة، لكن لا طبعا بيبقى فيه تراب. انا دور اول، دي مشكلة كبيرة عظيمة. بيجيلي تراب اسود كتير قوي. الشبابيك يعني لو نفضت الشبابيك امبارح تلاقيها اتملت تاني تراب النهاردة. آم، يعني الحياة بتمشي، مش هقول انها ازمة لان خلاص اتعودت يعني. طبعا اول حاجة عملت فطار للولاد لان كان عندنا سباحة، بس هصورها لكم فيديو تاني. يعني كان عندنا سباحة، تمرين سباحة لابني، وطبعا الامتحانات شغالة يا لهوي يا لهوي، الدروس شغالة، فببقى يعني ربنا يعيني بقى في التوفيق ما بين ساعات اسيب مدرسة في البيت، ساعات ابني يبقى عنده مدرسة بره، خصوصا لما باباهم يعني بيبقى مش في البيت. فعملنا اكل خفيف كده. بدأت بقى ان انا اروق اوضه الليفينج، لان هي من يعني من اصعب الاوض عندي. آه، يعني كل الفواصل للاسف انا عندي الكنبه فيها فاصل، دي مشكله برضو. بدأت الاول خالص الم كل البهدله والشوكولاته والحاجات دي بقى في الاول يعني. يعني الخدوديات بتاعت الكنبه بتبقى شايله كل البلاوي. تمام. بتبقى فيها بلاوي والله يا جماعه، اللي واكل شيبسي ورامي تحت. وتحت الكنبه كمان برضو في مسافه هي ما تتعداش يعني، مش عارفه اقول ايه يا جماعه، ما تتعداش سنتي، ومع ذلك بتاخد شويه حاجات يعني. الله المستعان. انا بجد يعني ان نفسي فيه فعلا ان انا هما ليهم قواعد كده صغننه قوي من الخشب كده. انا نفسي الكنبتين على الاقل اشيل القواعد دي واسيبها على الارض بحيث ما يدخلش تحتها حاجه. آه عربيه ماشي يعني. بصي كل حاجه زي شايفين التراب اللي بيتطاير ده، اظن انتوا شايفين. بس وبدأت أكنس فيها. أوكي. بصوا ساعات بكسل أفتح المكنسة الكهربائية بجد والله، يعني ما تتريقوش عليا. في ناس بتعتبرها أسهل، يعني أختي تقولي أنا مستغربة دي أسهل، لا أنا شايفاها أصعب. معرفش، أنا شايلة تقلة كده ورايا وعمالة أحركها. ولما جيت حبيت أغيرها وقلت أجيب في مكانس طالعه جديد، مش طالعه جديد ولا حاجه، يبقى لها فتره كده، فكنت عايزه اغيرها واجيب زيها. هما يعني لما صاحب المحل ذاته ينصحك ان هي مش هتبقى مفيده قوي، وان هي بتاعت شغل خفيف يعني، فاهمين. هي على طول عند الاجانب اللي هي المكنسه، وبتبقى ايه اسمها ايه اللي بتحتفظ يعني المكان اللي بيحتفظوا فيه بالتراب كده، مكان صغنون كده. بيقولوا انها مش بتاعت شغل، لا عرفت خلاص على طول انها مش بتاعتي يعني. بصوا المكان ده بحتفظ فيه بأي جنيهات فكة بلاقيها بقى. بصوا يعني بتفيدني والله والله، الكوينز دي بتفيدني جدا. يبقى ناقص حاجة يبقى كده يعني، بتفيدني قوي بصراحة، فبحب احتفظ بيها. وهي طبعا الباقي بيبقى كتير يعني. فاكرين بقى الأكلة الحلوة دي؟ اهو ده كان اليوم اللي انا كنت عاملة فيه الأكلة دي، بس فصلت الفيديوهين وحبيت اعمل الفيديو ده لوحده يعني. الولاد اعجبوا بيها جدا الحمد لله، وكانت أكلة لذيذة وحلوة يعني. آه رتبت ال الليفينج. بصوا انا انا دلوقتي شلت الترابيزه دي، يعني الفيديو ده كان قديم شويه، شلت الترابيزه دي خالص اللي في النص التانية دي، علشان بصراحه كانت واخده مكان على الفاضي. آه مش عايزه اقول يعني احتفظ فيها في مكان تاني. اوكي، عشان الرخامه بتاعتها كانت اتكسرت و...
وكنت صلحتها وحطيتها لترابيزه تانية. بصراحه عندي ترابيزات كتيره في البيت قوي، ف يعني ملهاش لازمه الزياده يعني. دخلت على الصاله. بصوا الصور دي مش دايما ببقى حطاها، يعني شويه احطها وشويه اشيلها. كنوع من التغيير يعني، بس مش اكتر، يعني ان انا اشيل الصور شويه كده يعني. بس الكونسول ده ساعات بغير مكانه، بحطه جنب الباب واجيب الكونسول التاني احطه هنا. برضو كنوع من التغيير يعني. البتاعة اللذيذة دي بتشيل تراب بجد والله يا جماعة، يعني ميزتها انها بتشيل تراب بجد بجد يعني. اختراع حلو جدا، بس الريش بتاعها بيطير بسهولة جدا. ثانيا انا كنت جايباها من فتح الله، سعرها كان غالي جدا، وبعد كده اكتشفت ان في منها الوان تانية، وكنت جايبة الكبيرة بتاعتها اللي هي بتبقى ريش ناعم كده. كانت غالية قوي، انا مستغربة يعني، كانت غالية قوي على الوقت اللي انا جبتها فيه، انا جايباها من سنين يعني. والاتنين بيتقطعوا زي ما انتم شايفين. بصوا هي خفت ازاي. جبت بعد كده يعني كذا واحدة، ولقيتها زيهم بالظبط، يعني بتاخد نفس الوقت ويمكن امتن منها و... ونفس النتيجة، وسعرها كان رخيص خالص يعني. انا معرفش دلوقتي، انا بقالي فترة ما اشتريتهمش، بس كانت عاملة 15 جنيه في الوقت اللي انا كنت جبتهم من فتح الله. الواحدة بحاجة و70 جنيه ولا بحاجة و80 جنيه، فانا مستغربة بصراحة ايه الفكرة، مش عارفة. بصوا اسمهم التماثيل الصغيرة دي، بتبقى حاجات كده بنشتريها واحنا راجعين من الغردقة، من شرم، من الأقصر وأسوان. يعني زي تذكاري، حاجات تذكارية يعني، سواء أختي راجعة مثلا بتديها لي، أخويا، حاجات كده. وفي أزيد منهم طبعا، زي ما بقولك كده، شوية بشيل هنا وشوية أحط، يعني بحاول أغير أي تغيير. تمام. هنا بقى بحط حطيت كلور وحطيت جنرال بتاع الأرضيات كنوع من النظافة يعني. هو الكلور عندي أهم بصراحة. هنا تعطير، فأنا بعطر الأرض، يعني ممكن أعطر الأرض بأي حاجة، أو أو مش مهم قوي إن أنا أعطر الأرض، ممكن أعطر السجاد، بس ممكن أعطر ال يعني ان انا ارش معطر او البخور يعني. بس لا، برش معطر مع البخور يعني، عشان المعطر بيلزق في السجاده شويه. لكن مش مهم قوي ان انا اجيب جنرال ده بصراحه يا جماعه. انا بحاول افهمكم يعني ان الدنيا ابسط من كده. شويه كلور عشان النظافه والتعقيم دي اهم بكتير قوي قوي قوي. كله بقى غالي والله يا جماعه، جنرال بقى، كلور، كل المنظفات غاليه جدا. انا لسه كنت في فتح الله وخدت يعني مبلغ ضخم قوي، شويه منظفات وشويه جبن، والله ما جبتش يعني اي لحوم، ودفعت مبلغ الحمد لله يعني. انا اتصدمت يعني، انا كنت عامله حسابي على اوكي يعني، انا عارفه ان هي الدنيا برضو مقفوره، بس عارفين حاجات بقى إيه، اربعينات في خمسينات في ستينات، فما اعرفش مسحوق غسيل ايه في ايه في ايه، لقيت الدنيا بوم. الحمد لله. بس ان انا بوريكم يعني ان انا بمسح. بصوا المساحه دي يعني ساعات بستخدمها ان انا في الاول خالص الوش الاولاني بشيل بيها، بتشيل التراب كله طبعا. هنا انا بفرجكم بس يعني، فاهمين يعني. انا مش دي طريقه شغلي يعني، انا بفرجكم بس الدنيا عشان كنت بصور بايدي. تمام. هي بتشيل التراب حلو جدا، بس بعد كده بمسح تاني بمساحه تانية كده. بس الدنيا بقت رايقه وجميله ازاي. في ثواني الدنيا خلصت، في ثواني الدنيا خلصت وبقت تحفه زي ما انتم شايفين. الله على الحلاوه. استاهل لايك بقى ولا ما استاهلش؟ ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا، وبحب كل التعليقات بتاعتكم. مش عارفه اقول لكم ايه تاني، عشان ابني بيزن عليا، عشان ارد عليه. في واحد تاني يا سوسو روح في العربي بيقول لي فيه هوم ورك تاني ولا لا يعني. آه، اتمنى بس اي حد يعني يقول لي لو حابب حاجه جديده في المحتوى بتاعي، لو حابب ان انا اغير حاجات في المحتوى. وبحبكم جدا، واستنوني في فيديوهات تانية ان شاء الله تكون احسن وممتعة اكتر من الفيديوهات دي ان شاء الله. لما يدخل الشتاء كده نبدأ كده نظهر بوشوشنا كده ونطلع من الجحر. مع ان انا بقول كده في الصيف برضو، انا كسولة شوية انا عارفة، بس والله في الصيف صعب قوي 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 ان انا يعني ابقى ملتزمه بحاجه معينه، بزي معين ان انا اطلع بيه. الدنيا حر يا جماعه فوق الوصف بصراحه. بس ان شاء الله نبقى نشطه شويه، والمدرسه داخله اهي، وان شاء الله خير. وهتوحشوني لحد الفيديو التاني باذن الله، اللي هيعجبكم قوي 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 قوي، وهيكون فيه تنوع برضو، ويعني شويه تغييرات كده. احنا القناه عندنا فيها تنوع كبير. سلام.